هادي قوي قوي الحكم الاسكتلندي، وكرول ورفاقه، والناحيه الثانيه سكوبل ورفاقه. ذلك هو محمد صبري بقدراته على التموين، وان كان اسامه نبيه خطاط بطبيعته. وادي واحده من خطيره عقابها اوفسايد على حسام حسن. يا نهار ابيض! لكن هنشرحها مع بعض، الشوطه اللي اتشاطت كان حسام حسن من المؤكد في موقف تسلل. هنشوفها. ادي هشام حنفي وعدى من ناحيه اليمين، حسام اوفسايد، مظبوط الاوفسايد، استفاد من موقفه. هو اتصرف حلو قوي، لكن هو استفاد من وضعه اللي هو كان متسلل فيه. لما شاط هشام حنفي مفيش مشكله ومفيش راي على حسام. ليه؟ لانه حسام ما كانش متداخل، لان الشوطه طالعه من القدم الى المرمى مباشره، فمفيش تداخل من حسام حسن. ادي الزاويه العكسيه اهي، وادي حسام اهو، وادي الجون اهو، لكن هو استفاد من موقفه المتسلل. علشان كده فعلا القرار قرار سليم 100%. اشرح تاني واقول الكوره لما اتشاطت من هشام حنفي في اتجاه مرمى عبد الواحد السيد، كان حسام حسن واقف متساعد. اهي مره ثانيه، خلي بالك، ادي الشوطه اهي ارتدت يمين، حسام كان واقف اوفسايد. ما دام استفاد من موقفه الخاطئ الاولاني يبقى لازم ياخد عقابه ويبقى فعلا تسلل. رفع الرايه ولا لا؟ احنا من عندنا شفناها. بص خلي بالكم حضرتك، الف شوط. بص خلي بالك، دي ادي الرايه عنا على الرايه هناك، نقول له ماشي. ادي الشوطه اهي مفيش حاجه، ارتدت، خلينا نكمل اهي ارتدت. طلع حامل الرايه بره الصوره، لكن انا من عندي هنا شفته ورفع الرايه فعلا، وفعلا قرار في محله 100%. انا بس عايز نرجع زمان كده شويه، زي السنين اللي فاتت كانوا بيقولوا حكام، ادي الحكام اهو. احنا ما بنعترضش على حاجه، الكوره جول ولا الله وربنا، يعني مش عايز اقول غير واحد تعب في الجول ده. واحنا الحمد لله احسن في الشوط الاولاني ضايعين فرص كتير، وكنت اتمنى ان الكوره دي تخش تتحسب، لكن الحكم الله يمنع حتى قال لي ان الكوره انا شفت جول، بس الله يمنع اللي مديها. انا ما اقدرش اقول ان ده حكم، ما اقدرش اعترض على اي حاجه، وده قضاء ربنا. ونتمنى ان شاء الله التوفيق في الشوط الثاني لينا المره دي، ونحاول ان شاء الله هدفه. فيمكن بقيه التايم الاولاني ما كانش في اعداد خطوره تذكر الا اللي يعني حاطين في هو اكيد في الشوط الاول مباراه. طبعا هو باين انه تكتيكي جامد جدا، بدليل انه مدرب النادي الاهلي بيلعب ياسر غير المتوقع، بيلعبه ناحيه الشمال هاف ليفت، وبيلعبوا حر في نص الملعب التاني، ما بيدافعش خالص. واحنا الحمد لله يمكن لسه كمان قدر بسرعه يظبط الحته ديت، واعتقد ان احنا كنا ممكن نخلص الماتش من الاول فيه ازاي. ما كانش النادي الاهلي مركز، واحنا كنا ممكن لو كان ربنا كرمنا بكره حسام او كره دموي كنا خلصنا الماتش. كان فرق كتير قوي معانا، فجبنا جول ان شاء الله. كابتن علي ماهر، انا اللي طلعت لحسن. برافو يا حسام يا عمنا. حسام حسن خبره كبيره جدا وبيتحرك في عمق الدفاعات. اماره بسيطه طويله حلوه في الشمال ياسر ريان. ماشي ياسر ريان في مساحه فاضيه خالص. ماشي ياسر وثلاثه حواليه، وعرضيه في كف كوري. الهدف الخامس له في مباريات القمه، والاول له النهارده حسام حسن. يا سلام يا حسام يا حسن، اتعملت حلوه قوي من ياسر ريان، اللي قلت لحضراتكم فاتح خط النار ناحيه الشمال الحقيقه. ياسر ريان ويمثل ياسر ريان على راس الخبير المتمكن المتمرس في احراز الاهداف، ويحطها بقوه واقتدار يحسد عليهما حسام حسن وسط مدافعي نادي الزمالك، ويبقى الهدف الاول للخبير حسام حسن في دقيقه تقريبا 9 من زمن الشوط الاول. ياسر ريان اهو من ناحيه الشمال، وادي الجبهه الساخنه جدا للنادي الاهلي، وادي العرضيه، وادي الخبير جدا المتفوق حسام حسن